أهلا وسهلا حبيباتي، عدنا والعود أحمد، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد. أهلا بيكم في روتين الإنجاز، روتين النشاط. في الفيديو ده يا بنات هتحسوا إني أنجزت، وفيه كمان أفكار جميلة لمنظمات بسيطة هتساعدك في ترتيب المطبخ. بدأنا يا بنات على بركة الله، وأول شيء الفطار. ادخري في صحتك يا حبيبتي، وافطري عشان تقدري تدي. تاني حاجة يا بنات، لما تلاقي الدنيا عندك آخر كركبة ومواعين كتير وحوسة كتير، احمدي ربنا وقولي ربنا يكفينا شر كافية المواعين. لما تلاقي مطبخك أو شقتك أو حتى حياتك مكركبة، تعالي أقولك بقى تعملي إيه. أول حاجة الاستعانة بالله، لأنه نعم المعين، وهو اللي بيدي الأجر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف إيدين أحد الصحابة عليهم آثار العمل والتعب، قال: هاتان يدان يحبهم الله ورسوله، أو كما قال. وقال برضو: من بات كالا من عمل يده أصبح مغفورا له. فاحنا يا بنات أول حاجة نستعين بالله، وتاني شيء نستحضر النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والأجر بيديه ربنا، فنستحضر النية والأجر من الله. ما تنتظريش يا بنات شكر من حد، يعني ما تقوليش انا هقوم اعمل المطبخ عشان حد هيقول لي تسلم ايديك، المطبخ كان مليان مواعين وانت تعبتي ووقفتي. ما حدش هيقول كده يا حبيبتي، ما تنتظريش دي. انت هتعملي وتستحضري النية وتطلبي الاجر من الله. تالت حاجة يا بنات، نجزأ المهام الكبيرة المعقدة المكلكعة لمهام صغيرة نقدر نعملها ونحس بيها ان احنا انجزنا. زي مثلا المطبخ اللي قدامكم، كان عندي كمية مواعين ما شاء الله، فأنا بدأت بالبوتاجاز. أول حاجة خدت البوتاجاز واللي عليه. أول حاجة شلت المواعين اللي عليه، لميت اللي عليه واديته دحكة محترمة، وبعد كده غسلت المواعين، غسلت البوتاجاز غسلة محترمة. ليه؟ لأني أنا ممكن بعد ما أكمل المواعين أسيب البوتاجاز ما أعملوش، أقول خلاص خلصت المواعين. بعد كده دخلت بقى على المواعين، بقى جزأتهم أجزاء برضو. كل حاجة مثلا الأطباق ألومنيوم وحدها كده، الكوبايات وحدها، عشان أقدر يا بنات أحس إن أنا أنجزت. فخدت الأمور الكبيرة، يعني أنا شايفة المطبخ مليان بس جزأته. تاخدي الأمور تجزئيها، يعني الحوض والمواعين اللي جنبه، البوتاجاز والمواعين اللي عليه، كوبايات أول حاجة، وهكذا. ترتيب الأولويات يا بنات، يعني تشوفي عندك مثلا على سبيل المثال برضو المطبخ، تشوفي ايه اللي مفروض يتعمل، لأنه لو في حاجات أنا ممكن ما أعملهاش مش يعني هكمل المطبخ ومش هرجع عليها. زي الرخامة مثلا، لو كملت مواعين أنا كده بعد ما أخلص المواعين بكون خلاص فنشت تعب، يعني وصلت الآخر في التعب، فأنا أكون واخداها بالمرة بقى في نص المعركة، في بداية المعركة، زي ما تبقى بقى. ما انت اعتبريها معركة عشان تقدري تنجزي. والزمي نفسك، يعني الزمي نفسك يا بنات، محدش هيجي يعمل بدالك، فانت لازم تعملي. فاستعيني بالله واستحضري النية كده، وجزئي المهام. المهام الكبيرة دي جزئيها، بسطيها على أجزاء. واكتر حاجة يا بنات الواحد بيستفيد بيها، وحب اني اقول لكم عليها، ان لازم يطور نفسه حتى وهو في المطبخ. لازم تطوري نفسك وتعلمي مهارة حتى وانت في المطبخ. هتقولي لي ازاي؟ هقولك. في أثناء شغلك يا بنات في المطبخ، لازم برضو مش هتبقى أمورنا كلها طبيخ وكده، لازم تنمي العقل. عقلك ده لما بيركن، يعني من قلة مثلا القراءة وقلة إنك تعرفي حاجات جديدة، بيركن زي أي حاجة. العقل ده غذائه المعرفة، غذائه التعلم. طب أتعلم إزاي وأنا في المطبخ ومش فاضية نص يومي في المطبخ؟ شغلي حاجة جنبك، مثلا كتب مسموعة، قصص عن حد. اليوتيوب ما شاء الله يا بنات مليان زاخر. شغلي أنت لما تستفيدي نص ساعة في حد يقرأ لك كتاب، وتسمعي وجهة نظره في الكتاب، وتسمعي من حد تاني بوجهة نظر تانية،
الدنيا، وتسمعي مثلا تحليل لكذا ومشكلة كذا أحلها ازاي، وأتغلب على وقت فراغ ازاي، وازاي أفكر، وازاي أتعامل مع الناس، وازاي أكتسب مهارة لازم كل فترة تكتسبي مهارة جديدة من خلال، وانت برضو استغلي وقتك وانت برضو في المطبخ ده، هتطلعي بسم الله ما شاء الله مستفيدة مستفيدة مستفيدة. من ايه؟ من القراءة. القراءة ازاي وانت مش فاضية؟ بالاستماع يا بنات. في حاجة اسمها كتب مسموعة، شغليها جنبك. وحاجة كمان يا بنات مهمة جدا وبنغفل عنها، الذكر يا بنات، الذكر. وإحنا بنشتغل لازم يبقى لساننا على طول بذكر، مشغول دائما بذكر الله. والله يا بنات كنز. واللي تبقى مثلا نفسها في حاجة، نفسها ربنا يوسع رزقها، نفسها ربنا يرزقها زوج، نفسها ربنا يرزقها ولد، نفسها في الذرية، نفسها في أي شيء، عليك وعلى الذكر يا بنات. إحنا بنطلب من كريم يا بنات، ده كريم عنده. تخيلي لو مثلا عندك شيء ما وحابة تطلبيه من رئيس، ولله المثل الأعلى، تطلبيه من رئيس جمهورية ولا تطلبيه من حد، سبحان الله بتبقى يعني خلاص أول ما تقولي له تحسي إن خلاص الأمور اتحلت. ما بالك ملك الملوك اللي عنده كل شيء؟ لازم يا بنات تحددي مثلا حاجة معينة انت عاوزاها، ويعني والدعاء يا بنات، الدعاء سحر خفي، سحر يا بنات. لازم كلنا نستغل وقتنا في المطبخ، مش بس في الطبيخ وكده، نستغله يا بنات في الذكر. وطبعا في أثناء أنا حديثي معاكم أنا شغالة ما شاء الله، يعني دلوقتي أنا كده الكوبايات، وبعد كده دي حاجات أنا المنظمات بتاع الأطباق وكده، ونزلت على الحوض وبسم الله ما شاء الله الدنيا بقت فلالي. وهناخد لفة سريعة. بص، إنجاز في الإنجاز، يعني تحس إني أنجزت، استعنت بالله، استحضرت النية، وطلبت الأجر من الله والشكر من الله، واستعنت بالله، وبدأت يا بنات. والله الروتين ده بدأ من الساعة 9، يعني 9 الصبح، يعني شغلت الغسالة أول شيء، وبعد كده دخلت على المطبخ. أنجزت على ما الغسالة خلصت، كنت أنا قربت إيه أخلص، ودخلت بقى على المطبخ اديته غسلة محترمة، كله منور يا بنات مش مطبخ. ربنا يوسع علينا يا رب، ويوسع عليكم يا رب، ويكرمنا ويكرمكم يا رب، ويعطي كل حد يحقق له أمنيته، اللهم آمين يا رب. وبعد كده يا بنات ادينا خلصنا المواعين، وجينا بقى نشوف ايه بقى اللي ورانا تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما غسلنا المطبخ غسلة محترمة يا بنات، عندنا الخضار يا بنات، تسوية السوق بقى، السوق. والسوق برضو بند يا بنات أنا حابة أقول لكم عليه في التوفير. لما تحبي تجيبي خضار يا بنات، وخضار بكميات، لأن احنا أسرة كبيرة يا بنات، يعني ما تروحيش بدري، ما تروحيش بدري، روحي في وقت اللي هو ايه بقى بعد العصر، ومن العصر وطالع بقى، لان بيبقى التجار خلاص عايزين يمشوا كده، وهتقدري تاخدي كميات والله، وخضار جميل يعني، مش ما فيش حاجة بايظة ولا كده، وانتي بتنظميه. ودي يا بنات أفكار بسيطة المنظمات. أي حاجة عندك ما توقفيش، ما توقفيش. أنا يا بنات بحاول أستغل كل شيء، أنا لسه المطبخ لسه ما اتعملش، فأنا مش يعني مش حابة أجيب حاجات وتتبهدل، فاللي عندي واللي بقدر أطوره وأستخدمه لازم أشغل مخي ده. ويعني دي مثلا بوكسات اللانش بوكس بتاع الولاد القديم، اللي هو ايه يعني مش بيستخدموه دلوقتي، دي عملتها منظم للصحون، جميل قوي والله يا بنات، جايب يجي 20 صحن فيه. وده للاطباق البلاستيك، شايل برضو، وبيبقى شكلهم حلو وهو محطوط كده. يعني لان انا ما عنديش ادراج. ودي يا بنات الحصالة بتاعتي القديمة، دي خدتها بقى، الدبدوب الجميل ده كان بيعز عليا، فقلت لا انا مش هرميك ولا هبيعك. فرحت اللهم صل على النبي، عملته شيالة للمعالق والحاجات اللي بستخدمها في ايدي على طول في المطبخ يعني. والله شايل ممكن يعني كمية معالق كبيرة جدا، وشوك يعني ناحية معالق وناحية شوك، وراسه دي فتحتها له فتحة كبيرة، وحطيت له فيها بقى السكاكين والمغارف وكده. وده عملته منظم للكوبايات، عشان ما يبقوش يتحطوا في الادراج ويتكسروا. طبعا اديتهم مرصة في الشمس، وهنا حطيتهم على حاجة زي ترابيزة عندي انا عاملاها.
يا ريت يا بنات شير، يا ريت يا بنات الاشتراك وكومنت ودعوة حلوة ولكم بالمثل، ودي تلاجتنا واتنظمت وسلام.